رجاله اخباركم ايه؟ نقدر نقول كده بسكواد متواضع لنادي الزمالك. الزمالك قدر يرد على كل الناس اللي شككوا في الزمالك وفي رجوله اللعيبه بتاعته، وكان اقل الناس المتشائمه النهارده من الزملكاويه كان بيقول ان احنا ممكن نخرج خسرانين 2-0. الزمالك النهارده برجولته وبلعيبته والكيان قدر يرد على كل الناس اللي شككوا في الزمالك، سواء من محللين سابقين، من محللين اعلاميين، او من لعيبه سابقه بالنادي الاهلي، او من اعلام رياضي كامل. يعني عندهم لاعب سابق طلع قال احنا الاهلي ينزل بالسكواد الاحتياطي ونكسب 7-0. ولاعب كبير جدا عندهم في النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي وهو مذيع حاليا عندهم في القناه، طلع قال هنكرر الماتش 6-1. الكل كان بيشكك في الزمالك وفي اللعيبه وفي السكواد، بس الحمد لله الزمالك قدر النهارده برجولته وبلعبته والكيان بتاعه وجمهوره النهارده كان بيحرك الصخر، قدروا يردوا على كل ده. الزمالك باقل سكواد يقدر النهارده يتعادل مع الاهلي، والاهلي في عز قوته وجبروته وسكواد كبير جدا جدا معاهم. مجلس اداره الزمالك دي نقطه النهارده البناء، لازم الزمالك هيبني النهارده من على الماتش ده، وباذن الله دي بدايه الانطلاق للزمالك في كل البطولات باذن الله.